مرحبا، أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم الفيديو عن نيكادو أفوكادو. الصراحة حسميه نيك لأن اسمه صعوب ما يلفظ حتى، فنيك أسهل. الصراحة من بدايتي على اليوتيوب لغاية هذه اللحظة ما فكرت إنه بيوم من الأيام راح أسولف عن نيك، أو أصلا أسولف عن خسارته لوزنه والأكشن اللي يصير بحياته، وشلون أصلا صار صانع محتوى موكبانج، يعني يصور نفسه وهو ياكل. لأن ما أعرف شلون أصارحكم بالموضوع، أنا أخاف منه. بالنسبة لي نيك مخيف، شخصيته فيديوهاته كل شي يسويه يخوفني، نظراته ترعبني. يعني يا جماعة أحس إنه قاعدة أصارحكم بهذا الشي، بس فعليا أنا أخاف منه. لما أشوف فيديوهاته أحس بطاقة منه، طاقة مو طبيعية، طاقة غريبة. ما أحس إنه هذا الإنسان طبيعي بكامل قواه العقلية. ورعبني أكثر لما خسر وزنه، مصور نفسه وهو مركز بالكاميرا. وخلونا نسولف عنك، لازم نسولف عن تفاصيل حياته، شلون صار صانع محتوى، وأصلا شنو هي الدرامات اللي قاعدة تصير بحياته، وليش أصلا كان لابس هذا الباندا على راسه. فإذا حابين تعرفون تفاصيل حلقة اليوم، جيبوا شي تشربوها، أهم شي رطبوا جسمكم وخلينا نعرف التفاصيل. نيك من مواليد 19 مايو سنة 1992، يعني عمره 32 سنة، وهو بالحقيقة من أوكرانيا. انولد بأوكرانيا، بعدها انتقل هو وعائلته إلى ولاية بنسلفانيا بعمر 10 سنوات. بوحدة من المقابلات ذكر أنه حياته ما كانت سهلة نهائيا. ذكر أنه بعمر 5 سنوات كان يتعالج من الرغبة بالاهتمام، لأن فعليا كان يحب أنه هو يكون مصدر الاهتمام، وأنه هو يصير محور الكون والناس كلها تنتبه له، ويكون محاط بالأضواء والناس تعطيه كل الاهتمام. فلهذا السبب عائلته ما تحملوا هذا الشيء، فعرضوه على طبيب مختص. وبما أنه عائلته عرضوه على طبيب مختص، وبدأ فعليا يتعالج ويأخذ أدوية بعمر 5 سنوات. فالموضوع تقريبا كان جدي. وبعمر 7 سنوات ما أعرف شلون من الممكن أصلا طفل يفهم بعمر 7 سنوات المشاعر، بس تم تشخيصه بالاكتئاب، وبدأ يأخذ أدوية اكتئاب بعمر 7 سنوات. أكيد هذا الشيء خطأ. طفل عمره 7 سنوات شلون من الممكن أصلا يحس إنه هو عنده اكتئاب، أو عائلته يحسون إنه عنده اكتئاب؟ شنو أصلا اللي مر بيه بحياته لحتى يصير عنده اكتئاب؟ فمن عمر 5 سنوات كان يأخذ أدوية لأن كان يحب الاتنشن والاهتمام أو الشعور بالعظمة. وبعمر 7 سنوات صار عنده اكتئاب. لكن هل تعتقدون إنه عائلته قدموا له المساعدة الكافية بأنه هو يتعالج إذا فعليا يعاني من هذه الأشياء، أو عائلته اختصروا الطريق وحاولوا إنهم يعالجوه بالأدوية؟ وهذا الشيء أكيد راح يسبب له ضرر بالمستقبل، واللي راح يوصله لغاية هذه المرحلة، وراح نشوفه بشكل لا يطاق. قبل لا يفتح قناة على اليوتيوب بسبب حبه للأضواء والاتنشن، دخل الجامعة وتخصص بالأداء المسرحي وتعلم العزف على الكمان، لكن صار عازف كمان محترف. فصارت واحدة من أهدافه وأحلامه اللي لازم ينفذها إنه هو يصير عازف كمان بأوركسترا. ولهذا السبب لحتى يحقق هذا الحلم قرر إنه هو ينتقل إلى نيويورك سنة 2013، وهنا فعليا صار يحقق نجاحات مخيفة بعالم الموسيقى. أبسط شيء، بوقت ما أعرف إذا فعليا كان هذا المسلسل مشهور، بس حسب التعليقات كتبوا إنه هذا المسلسل بوقت ما كان مشهور وكان الكل يتابعه، وهو كان أحد الموسيقيين اللي عملوا بهذا المسلسل. وبعد قدم عروض بالسفارات وعروض جدا مهمة، يعني مسيرته بالموسيقى كانت ناجحة. الموضوع صادم بالنسبة لي إنه هذا الشخص المريب المخيف اللي أنا فعليا أخاف منه، هذا الشخص عازف على الكمان وعنده مستقبل كان بالموسيقى وأهداف، وشخص خلينا نقول محترم، شخص محترم بمستوى اجتماعي محترم. بس بعدها راح يتحول لشخص يذل نفسه بسبب المشاهدات واليوتيوب. نيك بدأ اليوتيوب بمحتوى الموكبانج سنة 2014. أول فيديو نزله مريب. انتم متخيلين انه هذا الشخص نيك بيوم من الايام، على فكرة احنا قاعدين، يعني لما اسولف عن الموضوع او اشوف اي معلومة عنه عن ماضيه، احس انه معقول احنا قاعدين نسولف عن نفس الشخص. هذا نيك المخيف اللي يسوي هذه الأشياء بنفسه فعليا كان شخص نباتي بيوم من الأيام. متخيلين؟ كان نباتي ويسوي فيديوهات وهو يأكل أشياء نباتية وصحية، كان يأكل فقط خضروات أو فواكه. وحتى تحدياته كان يعمل تحديات أكل 7 ثمرات أفوكادو.
ومن هذه الأشياء، وكان شكله صحي، وزنه طبيعي، أسلوبه وكلامه لطيف، شخصيته كانت طبيعية مو مريبة مثل الوقت الحالي. ومن بداياته نعرف وهو يصور فيديوهات مع الببغاء أو الطير حيوانه الأليف أو مع حبيبة، معرفوا شلون أريد كلمة ألطف من هذا، بس نيك من البداية وهو ألوان، وأعتقد إنه هذه من الآثار الجانبية إنه هو كان يأخذ أدوية بعمر 5 سنوات. أكيد هذه الأدوية ما كانت مناسبة ولا تلقى المساعدة المناسبة إله، فلهذا السبب هو صار عنده هذا الشيء إنه يحب الرجال. بالإضافة لهذا هو يحب الاتنشن، يحب الاهتمام. بهذا الوقت اللي بدأ بيوتيوب وبدأ ينشر انه هو بعلاقة، فاعتقد اذا هو مو الوان فمن الممكن انه هو استغل هذا الموضوع، لان الاجانب بوقتها كانوا يدعمون اي شخص الوان. فالمهم ببداياته كان يسوي فيديوهات عن شغفه للطعام الصحي، ويريد يصور فيديوهات عن كيفية صنع أطعمة صحية ذات مذاق رائع وتحسسك بالشبع. وبالإضافة لهذا كان ينزل فيديوهات لعزف على الكمان، لكن أكيد بسبب الشهرة، المشاهدات، الناس صاروا يشجعوه على أشياء خطأ، تغير أسلوبه وشخصيته تغيرت، وصار يصور فيديوهات لأكلات فاست فود من مطاعم مختلفة. لين أكيد نيك صار يشتهر أكثر وأكثر، وبما أنه هو صار معروف فالشركات صارت تدفع له مقابل الإعلان، فأكيد نيك تخلى عن نظامه الصحي النباتي وصار يكسب وزن. وبما أنه هو صار مريب، صار غريب، أعتقد قلت كلمة مريب 2000 مرة بهذا الفيديو، بس فعليا كل شيء بهذا الفيديو مريب. فبما أنه هو صار مريب صار يعرض وزنه وجسمه، وأنه هو صار عنده وزن زائد ومنصدم، ما يعرف شنو يسوي، ما يعرف نفسه. وهذا النوع من الفيديوهات بالأخص الفيديو الأول اللي نشره من هذا النوع كان طفرة بقناته. لأول مرة حصل هذا الفيديو على أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على قناته. وأكيد بما أنه هو بأمريكا ومشاهديه كانوا بأمريكا، فلهذا السبب اليوتيوب يعطيه مبالغ ضخمة، ونيك أكيد حب هذا الشيء على الرغم أنه هو كان خطأ. فلهذا السبب نيك صار يسوي هذا النوع من الفيديوهات كروتين، دائما لازم كل أسبوع عنده هذا النوع من الفيديوهات ويعرض جسمه مينيمم 20 دقيقة بكل فيديو. فصار ينشر فيديوهات إذا ما يحب يعرض جسمه ووزنه يشتري ملابس ويقول ليش هذه الملابس مو قياسي، وعنده كرش والكرش يحاول إنه هو يغطيه، بس إنه هذه الملابس ليش مو قياسي. بالإضافة ينزل فيديوهات وهو يقول أنا أمشي على نظام صحي، ليش مو قادر أضعف، وهو تقريبا يأكل بهذا الفيديو أكل يكفي عشيرة بكاملها. وتقريبا أغلب فيديوهاته صارت عن موضوع الوزن مو موضوع الموكبانج. وأكيد بما أنه هو لازم يظهر جسمه وعامل هذا التحدي أنه هو يكسب أكبر قدر ممكن من الوزن، فصار يأكل كميات خيالية مخيفة من الأكل الغير صحي بشكل يومي. والمشكلة أنه هو مو عنده بس قناة واحدة وينشر عليها، عنده 6 قنوات مختلفة وينشر عليهم كلهم. وأكيد كل هذه القنوات عبارة عن محتوى أكل موكبانج، يصور نفسه هو يأكل ويسوي هذه الأشياء الغريبة، وعنده قناة مخصصة للنودلز. وفعلا بسبب حركاته المريبة وطريقة أكله والكميات اللي يأكلها قنواته جذبت اهتمام ملايين الناس، وبأمريكا يسموه أسطورة اليوتيوب. فنيك بنى هذه الشخصية الفجعانة اللي لازم يأكل كميات مخيفة ويسوي حركات ويظهر جسمه، يعني شخصية مو طبيعية نهائيا. مستحيل شخص على أرض الواقع يكون بهذه الشخصية، لكن نيك صنع هذه الشخصية لليوتيوب بس لحتى يحصل مشاهدات ويجذب انتباه الناس. وعلى الرغم أن الناس يعرفون أنه هو يلعب هذه الشخصية وهذه الشخصية سيئة والأشياء اللي يعملها سيئة، لكن عدد هائل من الناس صاروا يتابعوه. والنيك ذكي يعرف شنو هي الأشياء اللي تجذب اهتمام الناس والأشياء اللي يحصل منها مشاهدات عالية. وهنا نيك صار يجرب كل أنواع الدراما بحياته لحتى يعرف شنو هي نوعية الفيديوهات المطلوبة واللي تحصل اهتمام أكثر. وهنا عرف أن الفيديوهات المثيرة للجدل هي الفيديوهات اللي تحصل أعلى نسبة مشاهدات بقناته، فصار يبالغ بكل شيء. صار يسوي فيديوهات هو يأكل ويبكي فجأة، أو فيديو كامل هو يبكي أو يدخل بشجار مع الشخص اللي يحبه. وبما أنه علاقتهم تقريبا كانت مشهورة هو وهذا الشخص، فلهذا السبب قرر أنه هو ينزل فيديو عن انفصالهم فجأة، وأنه نيك خائن وبالتفاصيل المملة وشلون خان الشخص اللي يحبه
الناس كلها نصحته إنه هو يمسح هذا الفيديو، لأن هذا الفيديو عبارة عن تفاصيل إحنا كناس عادية من المفترض ما نسمع هذه التفاصيل المقرفة، لكن هو شرح كل شي بالتفاصيل. وأكيد هذا الفيديو نجح لأن بوقتها كان ترند اليوتيوبرز، ترند للإنفلونسرز إن هم ينفصلون عن بعض ويعملون هذا الفيديو فيديو الانفصال. فهو كان مع هذه موجة الانفصالات، فلما حس إنه واو الفيديو نجح قرروا إن هم يرجعون مع بعض، بعدها ينفصلون ويرجعون مع بعض وينفصلون، وعملوا أكثر من 10 فيديوهات انفصال. ولما يكونون مع بعض مو بحالة انفصال، لما يكونون مع بعض ويصورون فيديوهات مع بعض فيتفقون على محتوى معين يكون بهذا الفيديو، وهو عبارة عن الشخص اللي يحب نيك هذا الشخص يضرب نيك ونيك يبكي ويصرخ. كمية الإذلال اللي يصور بيها نفس نيك مو طبيعية، ووصل به الحال بس لحتى يجذب اهتمام الناس إنه هو يستغل الحيوانات، لأن بعد صارت ترند إنه اليوتيوبرز والمشاهير يكون عندهم حيوان أليف، فهو بعد صار عنده حيوانات أليفة. وصل لمرحلة مظلمة وكل حيوانات الأليفة تختفي فجأة. واحدة من الدراما اللي عملها نشر فيديو عن الطير أو الببغاء الحيوان الأليف الخاص به، وكان يبكي ل20 دقيقة، كان يبكي على هذا الطير، وبعدها اتضح أن الببغاء هذا أو الطير الخاص به ما مات، وإنما مو قادر يسافر وياخذه معاه، فلهذا السبب كان يبكي لمدة 20 دقيقة، لأن هذا الطير ما راح يكون معاه خلال سفره. لكن هذا الطير أو الببغاء ما كان يجيب نسبة مشاهدات عالية، فلهذا السبب قرر أنه هو يتبنى حيوان الكسلان. حيوان الكسلان اللي أنا بحياتي ما شايفته أصلاً، ظهر بعدة فيديوهات وهو معاه حيوان الكسلان. أكيد الناس علقوا لأنه هذا الحيوان هو مو حيوان أليف مثل القطط أو حيوان تربيه بالمنزل، يحتاج رعاية واهتمام خاص أو أشخاص معينين، أشخاص عندهم خبرة بهذا المجال هم اللي يعتنون به. وبعد فترة بسيطة بما أنه نيك ما كان عنده أي خبرة بمجال تربية حيوان الكسلان، الحيوان هاجم نيك وعض إصبعه لدرجة أنه ظفره انقسم لنصفين، وحاول أنه هو يقطع إصبعه. أكيد تم نقل نيك للمستشفى وعملوا له الفحوصات، وأكيد نيك استفاد من هذا الشيء اللي صار من الحادث ووثق كل شيء بالفيديو. وبعدها حيوان الكسلان اختفى فجأة بدون أي مقدمات، ما حد يعرف شنو اللي صار. وبعدها نيك قرر إنه هو يربي قطة، اتبنى قطة، لكن هذه القطة بعد تقريبا فيديوين أو 3 فيديوهات اختفت فجأة، لأن هذه القطة ما جابت أي مشاهدات للنيك، فلهذا السبب هو ما استفاد منها نهائيا فتخلص منها. لكن بعدها نيك شنو من الممكن يسوي لحتى يحصل مشاهدات أكثر؟ الحيوانات مو مفيدة، هو محتاج بشر، فلهذا السبب صار يدخل بدراما مع المشاهير. كل شي راح يبدأ من يوتيوبر أعشقها الصراحة، أنا أموت عليها، قدوتي بهذا المجال، ستيفاني سو. أعتقد اللي يتابعني يعرف إنه أنا دائما أذكر اسمها بأغلب فيديوهاتي، إنه أنا أقول لكم إنه هذا الفيديو شفته عند ستيفاني وحبيته ولازم أسولف لكم عنه. فهي نشرت فيديو مدته 47 دقيقة وكتبت لهذا السبب أنا خائفة منك. ستيفاني معروفة عند الأجانب ومحبوبة بشكل مو طبيعي، وعندها عدة قنوات، ومن ضمن قنواتها قناة موكبانج يعني تاكل أمام الكاميرا. فبيوم من الأيام قناة مشهورة عند الأجانب نشرت فيديو ساخر عن ستيفاني ويوتيوبر ثانية باسم فيرونيكا. ستيفاني وفيرونيكا ضحكوا على هذا الفيديو، ما كان عندهم أي تعليق سلبي عن الموضوع، لكن بعد فترة فيرونيكا صارت توصل لها تعليقات كراهية بسبب هذا الفيديو اللي نشرته هذه القناة. فلهذا السبب قررت فيرونيكا إنه هي تبلغ على الفيديو وتحذفه من اليوتيوب، بس هذه الخطوة خطرة لأن من الممكن القناة بكبرها تنحذف. نيك لما شاف هذه الدراما دخل بوسط هذه الدراما إنها شلون من الممكن تبلغ على هذا الفيديو، هذا الفيديو كان طبيعي، هذه قناة ساخرة والموضوع مو مستحق إنه هي تبلغ وتمسح الفيديو. بما أن الموضوع صار يكبر أكثر وأكثر ودراما صارت، صاحب القناة اللي نشر هذا الفيديو الساخر خاف على قناته، فلهذا السبب قرر إنه هو يعتذر لفيرونيكا وينهون الموضوع بينهم وفيرونيكا تسحب البلاغ. لكن نيك حس إنه ليش من الممكن إنه هو يعتذر؟ صاحب هذه القناة ما عمل أي شيء خطأ، فليش من الممكن إنه هو يعتذر لفيرونيكا؟ لا هذا الشيء مو طبيعي. فصار بينه وبين فيرونيكا كره، وصار يتكلم عن فيرونيكا بطريقة جدا سيئة. ستيفاني بهذا الوقت هي كانت جزء من المشكلة، يعني هي كانت جزء من الفيديو الساخر، لكن فقط فيرونيكا هي اللي بلغت وصار معها كل هذه الدراما. ستيفاني حبت إن هي تكون بعيدة عن الدراما، ما تتكلم ولا عملت أي شيء مع صاحب القناة اللي عمل الفيديو الساخر، لكن هي كانت صديقة فيرونيكا وبنفس الوقت كانت صديقة نيك.
لكن بين نيك وفيرونيكا مشكلة، فلهذا السبب حبت إن هي تبتعد عن هذه الدراما بكبرها. لكن فجأة نشرت فيديو إنه نيك تلاعب بيها وهددها، وهنا راح نعرف حسب الفيديو اللي هي نشرته. قالت إنه نيك طلب منها التعاون مع بعض بفيديو موكبانج ياكلون أمام الكاميرا، وطلب منها هذا الشيء عدة مرات إن هم يعملون هذا التعاون، وهي رفضت بكل مرة لأن الدراما بين نيك وفيرونيكا بعدها ترند، وهي أكيد ما كانت حابة إنه تبين للناس إنها ماخذة جانب نيك وتاركة فيرونيكا، هي حابة تكون بالوسط ما لها أي دخل. وبالنهاية قرروا إن هم يتعاونون مع بعض مع يوتيوبر ثاني باسم زاك تشوي، أعتقد ما دا أقول الاسم صح. المهم الثلاثي قضوا وقت ممتع، صوروا الفيديو، وبعدها نيك وستيفاني بدأوا يقتربون من بعض أكثر وأكثر وصاروا يتواصلون مع بعض. ونيك عرف إنه بين ستيفاني وفيرونيكا مشاكل، وستيفاني صارت تتكلم عن فيرونيكا بالسوء والأشياء اللي ما تحبها بفيرونيكا. ستيفاني ونيك صداقتهم صارت أقوى وأقوى، وستيفاني حست بالراحة حوالين نيك، وثقت به، فلهذا السبب قرروا إنهم يصورون مجموعة فيديوهات تعاون بينهم بعطلة نهاية الأسبوع. فنيك بعطلة نهاية الأسبوع توجه إلى منزل ستيفاني وصوروا فيديو مع بعض. باليوم التالي التقوا بزاك تشوي حتى يصورون فيديو معاه، يعني يصورون بعد فيديو هم الثلاثي. لكن قبل ما يبدأون التسجيل ويفتحون الكاميرا قرروا إنهم يتفقون على الأشياء اللي راح يناقشوها ويتكلمون بيها خلال الفيديو. حسب كلام ستيفاني قالت إنه نيك أصر إنه هو يسولف عن فيرونيكا ويفضح فيرونيكا والأشياء اللي عملتها مع ستيفاني وسبب خلافها مع ستيفاني، لكن ستيفاني ما كانت حابة هذا الشيء وما رادت هذا الشيء، وتكلمت مع نيك إنها ما تريد تتكلم عن فيرونيكا خلال الفيديو. لكن نيك ما كان عاجبه هذا الشيء، ما كان عاجبه رفضها، لأن فكر إنه أصلا ستيفاني حابة تتكلم عن هذا الموضوع، لكن فجأة غيرت رأيها. المهم الثلاثي بدأوا يسجلون الفيديو بعد ما اتفقوا إنهم ما راح يتكلمون عن فيرونيكا. لكن خلال تسجيل الفيديو فجأة نيك بدأ يلمح عن فيرونيكا وخلافها مع ستيفاني. حاولت إن هي تضحك تحول الموضوع على أنه هو مجرد مسحة بينهم، لكن ستيفاني حست بضغط نفسي مو طبيعي. ستيفاني رجعت للمنزل وهي كانت بحالة نفسية جدا صعبة، وخطيبها بهذا الوقت اللي هو زوجها بالوقت الحالي حاول إنه هو يهدئها، لكن كان من المفترض إنه حتى باليوم التالي تشوف نيك لأن كان عندهم بعد متفقين على تعاون. ستيفاني بهذا اليوم بعد اللي صار والضغط النفسي اللي تعرضت له ما كان باستطاعتها إن هي تنام لأن ما حبت الدراما اللي صارت. فلهذا السبب ستيفاني بما إنه هي ما كان باستطاعتها النوم أكيد صحت بوقت متأخر، لكن كان من المفترض إن هي تقابل نيك وزاك تشوي لحتى يعملون التعاون، بس هي فجأة صحت من النوم وكنسلت الموضوع وأرسلت لنيك وزاك تشوي رسالة اعتذار. اتضح أنه نيك كان ينتظرها لمدة 5 ساعات، كان يتصل عليها ويحاول أنه هو يتواصل معاها، لكن هي كانت نائمة. بس فجأة لما صحت وردت على هاتفها ألغت كل شيء. هو كان ينتظرها لمدة 5 ساعات هو وزاك تشوي. نيك أكيد بدأ يلومها إنها ما احترمت وقته، وهو كان ينتظرها لمدة 5 ساعات وليش ما كانت ترد عليه، لأن هي ذكرت إن هي كانت تصحى وتنام تصحى وتنام. فإذا هي صحت ونامت ليش ما ذكرت أو حاولت تتصل أو ترسل رسالة إنها مو قادرة تلتقي بيهم وتعمل التعاون؟ ليش انتظرت 5 ساعات وبعدها فاجأتهم بإلغاء التعاون؟ وهنا ستيفاني صارت صريحة وصراحة إنها انزعجت ومو حابة تتعاون معاه لأن ذكر فيرونيكا، وهي ما كانت تريد أي دراما بينه وبين فيرونيكا، وهو محترم هذا الشيء. نيك حاول إنه هو يتواصل معاها واتصل عليها لأكثر من 8 مرات، لكن ستيفاني ما ردت عليه، ولهذا السبب نيك حس بغضب مو طبيعي وبدأ يهددها على الستوري إنه هو راح يفضح مشهورة معينة وعنده أدلة وتسجيلات صوتية. ستيفاني شافت الستوري على حساب نيك حست بصدمة لأن أكيد هو يقصدها، حتى لو هو ما ذكر اسمها بس هي تعرف إنه هو يقصدها. بالإضافة كاتب تسجيلات صوتية. هنا بدأت تخاف شنو هي التسجيلات الصوتية اللي عنده ضدي. فكرت انه نيك بالسر كان يسجل صوتها، لكن هي ليش خافت اذا هي ما عملت اي شيء؟ فلهذا السبب ستيفاني قررت ان هي تشوف كاميرات المراقبة الموجودة بداخل منزلها لما نيك كان موجود، واتضح ان ستيفاني لما دخلت للحمام لدقائق تركت نيك لوحده وبدأ يأخذ صور بالسر لمنزلها. هنا خافت ليش من الممكن ان هو يأخذ صور لمنزلها وشنو الغرض من الصور اللي اخذها لمنزلها، وخافت على نفسها بالاخص انه هي عندها ماضي مع شخص حاول يقتحم منزلها. فلهذا السبب صورت هذا الفيديو ونشرته 47 دقيقة وهي تتكلم عن نيك
الكل صار يهاجم نيك. أكيد نيك طلع وفضح ستيفاني أو برر اللي صار ساعة كاملة هو يقول إنه هي وزوجها أخذوه بجولة حوالين المنزل وسمحوا له إنه هو يأخذ صور وهي كانت موجودة خلال التقاط الصور، وأكيد أصر إنه هو ما عمل هذه الأشياء بالسر، وإذا عندها دليل إنه هو عمل هذه الأشياء بالسر تنشر الدليل. بالإضافة هي أصلا كانت مقررة إنه هي تسولف عن فيرونيكا، لكن فجأة قبل تصوير الفيديو رفضت إنه هي تتكلم عن فيرونيكا، لكن أصلا كانوا متفقين خلال التعاون إنه هم يفضحون فيرونيكا، أو مو يفضحوها إنما يتكلمون عنها، يجيبون سيرتها إنه هي كذا وكذا وكذا. لكن ستيفاني غيرت رأيها، وبالنسبة لتسجيلات الصوت اللي ستيفاني فكرت إنه هذه التسجيلات إلها، اتضح إنه تسجيلات الصوت هذه لنيك ومشهورة ثانية يتكلمون عن ستيفاني، مو قصد إنه هو مسجل صوت لستيفاني. فهذا الموضوع صار دراما مو طبيعية، والناس كرهت نيك بسبب هذا الموقف إنه هو عمل هذه الأشياء مع ستيفاني، والناس تثق بستيفاني وكلام ستيفاني، وأكيد يعرفون نيك وسوالفه والأشياء اللي يعملها، فلهذا السبب الكل صدق ستيفاني وهاجم نيك. وبتاريخ 22 سبتمبر سنة 2021 أصدر نيك فيديو أنا معاق، يعني يحب إنه هو يجذب الانتباه دائما. مثلا عمل عشرات الفيديوهات نفس العنوان، دايت جديد كشخص معاق، وخلال هذه الفيديوهات ياكل أكل مو طبيعي. وعمل عشرات الفيديوهات عن إعاقته اللي اتضح أصلا إنه هي مو إعاقة، وإنما حسب شرحه كسر بأضلعه بسبب السعال المستمر، فسماها إعاقة. حالته ما لها أي دخل بالإعاقة، لأن بوحدة من الفيديوهات ظهر وهو يركض ويتنفس طبيعي ويتحرك بدون ألم، فمعناها يريد مشاهدات ويبحث عن الاتنشن والمشاهدات. وبهذا الوقت ادعى أنه وزنه أكثر من 140 كيلو ومو قادر يمشي، فصار يستخدم سكوتر خارج المنزل سواء بالشارع بالمول أو حتى بالسوبر ماركت، مو قادر إنه هو يمشي. وهذا السكوتر هو مخصص للكبار بالعمر أو اللي عندهم مشاكل مو قادرين إنهم يمشون، لكن هو بسبب وزنه مو قادر يمشي. وادعى أنه خلال تواجده بالمنزل بالنهار وخلال نومه بعض الأحيان هو مجبر على لبس جهاز التنفس لحتى يتنفس بشكل صحيح، وهو عنده ممرضة متواجدة معاه 24 ساعة حتى تتفقده، لأن بعض الأحيان خلال تصويره للفيديوهات يصير عنده مضاعفات وما يقدر يتنفس. كل هذه هي مضاعفات الوزن والأشياء اللي ياكلها، الأشياء المو طبيعية. المشكلة أنه الناس بنقطة معينة وقفوا التعاطف مع النيك لما يعرفون هل هو يبحث عن الاتنشن والاهتمام والمشاهدات أو فعلا مريض أو هو مظلوم. وبوحدة من الفيديوهات اعترف أنه فيديوهات البكاء والتصرفات المريبة والضرب والأشياء اللي يعملها، هذه الأشياء ترفع من نسبة مشاهدة الفيديو، فلهذا السبب هو يسوي هذه الأشياء. وآخر فيديو نشره نزل 100 كيلو من وزنه، وهذا الشيء كان صادم. بالبداية أول ما يبدأ الفيديو كان لابس على رأسه باندا، وزوج ستيفاني اللي الدراما اللي صارت معاه يلبس هذا الباندا لحتى يخفي وجهه ويخفي شخصيته أو من هو. فلهذا السبب نيك ما كان متخطي ستيفاني والدراما اللي صارت مع ستيفاني، وقرر إنه هو يلبس الباندا مثل زوجها. واتضح إنه نيك لسنتين هو يخسر وزن، يعني خسارته لوزنه ما كانت فجأة، لكن بنفس الوقت هذه السنتين كان مختفي بيها، ما كان يصور فيديوهات، لكن هو كان ينشر فيديوهات. يعني قبل لا ينشر هذا الفيديو قبلها بيومين أو 5 أيام هو أصلا كان ناشر فيديو بوزنه الطبيعي. فهو شلون ما انقطع عن القنوات، بالأخص هو عنده 6 قنوات وكان ينشر بيهم هذه السنتين، كان ينشر بيهم كلهم. اتضح إنه نيك كان مصور مجموعة فيديوهات هائلة قبل سنتين، وصار ينزل على اليوتيوب هذه الفيديوهات خلال هذه السنتين اللي اختفى بيها. فيعني هو فعليا صار له سنتين مو مصور، يعني ما جالس أمام كاميرا، لكن الناس فكروا إنه هو ينزل هذه الفيديوهات، وهذه الفيديوهات كلها جديدة، لكن بالحقيقة هذه الفيديوهات عمرها سنتين أو أكثر. الموضوع كان صادم بالنسبة لمعجبيه أو الناس بصورة عامة. شلون من الممكن هو يغيب لسنتين يختفي عن العالم، لكن بنفس الوقت هو كان ينشر عدد هائل من الفيديوهات على قناته ال6؟ يعني فعليا نيك كان عنده مخزون هائل من الفيديوهات اللي مصورهم ومحضرهم، وهذه الفيديوهات كلها عبارة عن موكبانج. عنده إرادة مو طبيعية، الصراحة انصدمت. وملخص الأشياء اللي تكلم عنها بهذا الفيديو، طبعا الفيديو أوكي هو كان عبارة عن رحلته بخسارة الوزن، لكن هو يتكلم بأشياء
غبية. يعني مثلا الملخص إنه على أساس متابعيه والناس اللي تتكلم عنه وعن فيديوهاته إنه أنتم مجموعة من الأغبياء، وهذا هو كله. كل هذه الأشياء والفيديوهات ورحلته خلال اليوتيوب هي عبارة عن تجربة اجتماعية، وكان يؤثر ببراعة على الأشخاص اللي يتابعوه، هو يسمم عقولهم، يعني يسمم عقولهم بهذه الأفكار اللي كان ينشرها. وأكيد أكد إنه هو سابقنا بخطوتين، لأن الكل كان يسخر منه ويسولف عن وزنه لغاية الأسبوع الماضي، لكن فجأة ظهر وهو خاسر كل هذا الوزن. يعني إنه أنتوا تضحكون عليه وتسخرون مني وتتنمرون عليه، لكن بهذا الوقت أنا أصلا كنت فاقد لهذا الوزن. فهذه أصلا كانت خطة من البداية، على أساس من بداية اليوتيوب وكل فيديوهاته وزيادة الوزن هي أشياء مدروسة بالنسبة إله. وبعدها صار غبي أكثر وأكثر، وصار يسولف على أنه هو شخص أعلى من البشر. فهمتوا؟ يعني ما حابة أقول شنو، بس شيء أعلى من البشر، وإنه إحنا البشر عايشين بمزرعة نمل وهو المشرف على هذه المزرعة، ويشوف النمل وهم يلتهمون وينشرون كل القصص الخاصة بالنيك والأشياء اللي يعملها، وعلى أساس كل هذه القصص والدراما اللي انتشرت واللي تكلموا بها عن نيك هو اخترعها، ويغسل أدمغة متابعيه ويتحكم بالأشياء اللي يريدها تنتشر وفعلا تنتشر. وعلى أساس إنه هذه كانت خطة نيك من البداية. أصلا بكل الأحوال هذه الشخصية اللي هو أظهرها وهو فاقد لوزنه وسولف بيها، وبعد شخصيته قبل وشخصيته لما صار على أساس شرير ولما ياكل كل هذه الشخصيات اللي مرت علينا من شخصيات نيك بالحقيقة هي ولا واحدة بيهم هي شخصيته الحقيقية، وإنما يحاول يثير الجدل للمرة المليون بحياته. واللي ضحك يعتقد إنه هذه تجربة اجتماعية وإنه هو غسل عقول الناس وإحنا شهرناه وعملنا كل هذه الأشياء. إذا هو مصدق هذا الشيء فواو، لأن الناس كانوا يضحكون عليه بسبب الأشياء اللي يعملها، بسبب الفلوس الإيرادات اللي كان يحصلها. بالنهاية المشاهد هو مجرد مشاهد، ما راح يتأثر بأي شيء. لكن نيك هو اللي خسر صحته وزاد وزنه بشكل خطير، وأعضاء جسمه تأثرت حتى لو خسر وزنه، بس هذه المضاعفات راح تكون موجودة دائما معاه. فأنت أهنت نفسك، صحتك انتهت تماما وكل هذه الأشياء، وبعدها يقول إن هو غسل عقول الناس والمشاهدين وعملت كل هذه الأشياء بس كتجربة اجتماعية. أعتقد إنه هو خطأ منو، يعني أعتقد إنه إحنا اللي عملنا تجربة اجتماعية، لأن أنت اللي تحولت وسويت أشياء مو طبيعية وإحنا نشاهد. لأن التجربة الاجتماعية تكون بهذا الشكل، لما يجيبون شخص ويعملون عليه تجربة اجتماعية، هذا الشخص هو اللي يتأثر، بس أنت اللي تأثرت مو إحنا. فما أعرف شنو اللي قاعد يصير، هل هو مقتنع أصلا بالأشياء اللي يقولها؟ ما قاعد أفهم، بس بالنهاية هو اللي تأثر. المشاهدين هم مجرد مشاهدين، يشاهدون، يعلقون، ينشرون الموضوع ويعيشون حياتهم طبيعي. وبس هذا كان فيديو اليوم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات إذا عندكم أي ملاحظة أو أي شي حابين تضيفوه أو تصححوه أو أي شي حابين تكتبوه، اكتبوا لي إياه بالتعليقات. أحبكم كل شي هواي، وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. باي.